فرق كبير بين احنا وهما، فرق كبير كبير. عندهم هما تنظيم في احتراف حقيقي، احتراف حقيقي ماشي لاعب. هتلاقي المغرب في تحدي بينك وبينها. ربع العالم، انت بتتكلم على ربع العالم غير ربع العالم. المغرب احنا على طول يقول لك مصر بتكسبنا، مصر بتكسبنا، مصر بتكسبنا فانت في دماغهم. انت واخد بالك طبعا الترتيب. خد بالك كمان يا كابتن، مش هنبقى عارفين الترتيب المغرب ماشي ازاي. مختلفه كمان برضو في وجود وليد الركراكي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في فيديو جديد. لحد الآن أغلب المنتخبات العربية لعبات الماتشات ديالها واللي كانت الأغلبية ديالها انتهت بنتيجة التعادل. داكشي علاش كنتمناو المنتخب الوطني يتعلم من هاد المباريات هادو اللي دازوا وما يطيحش في الفخ ديال التعادل، وخاص تكون فوز بشي نتيجة زوينة اللي غادي تخول له يمشي وينطلق إن شاء الله في الدورة هادي بواحد الثقة كبيرة. في هذا الفيديو غادي نشوفوا الاعلاميين العرب شنو كيقولوا على المنتخب المغربي. في الحقيقه من غادي تشوف هذا الفيديو غادي تعرف بان المنتخب المغربي منتخب كبير وقوي وبشهادات يعني الغير ماشي بشهادات المغاربه. الصحفي الجزائري المعروف علي بن الشيخ اعترف بان المنتخب المغربي منتخب جد منظم وقارنوا مع المنتخب الجزائري واعطى التفوق للمنتخب المغربي. نخليكم مع الفيديو. فرق كبير بين احنا وهما، فرق كبير كبير. عندهم هما تنظيم في احتراف حقيقي، احتراف حقيقي ماشي لاعب. وتقعد له هذاك كاريزما طور هذا الفعل لا بروف راهم يديروا. من بعد تقولوا علاش المدرب هذا تاع المغرب ما شاء الله محترم، 2 مونديال دار، مستوى لعب، خدمه ما حاوزوش وجابوا صاحب الورقه اللي حطوا. احنا هذا هو المشكل، الناس راهي تحط في ناس والناس قابله يجي ما عندوش المستوى باش يكون مدرب، ما عندوش. ما تجيبليش الورقه اللي تجيبها، ما عندكش المستوى وما عندكش الشخصيه. ما عندهمش الناس بصح يقبلوا يدربوا خاطرش يبان ويخلص وديتريمون تاع واحد عمره في الشرق وفي الغرب وفي السونتر وفي القبائل اللي فوتبالور يجوزوا. شفت كي كنت نقول لهم جوزوا غير لي ديبلوم، كاين اللوبي ما يخليكمش. بصح لو جور نتمنى ان شاء الله هذاك النهار نشوفوا وين الدوله تقول بركه دوكا ستوب وتبدا تصدم عليهم، تصدم عليهم كيما تشوف لي فيلم اف بي اي كيوري لك صدموا. لازم هكذاك تجي روح انت واش دير. قول لي شكون حطك انت؟ مين جاك هذه الاموال؟ هدمتوا الكره الجزائريه. عيب تقولوا احنا سارته. ما نقولش المدربين كاع توجور نخلي بارتي خاطرش كاين كالكوزا واللي يسيروا. لكن نظرا لما يملكه المنتخب المغربي من أسماء فمن الممكن جدا أن يكون واحدا من طرفي مباراة النهائية. عنده نجوم كبار في هذا المنتخب، مدرب شاب يسير المجموعة بطريقة أكثر من رائعة. عنده حكيمي، عنده أوناحي، عنده نصيري، عنده الحارس بونو، عنده زياش، عنده عنده شادي، عنده الزلزولي، عنده تشكيلة رائعة، عنده أسماء رنانة. الآن كيف سيتم توظيفهم، خصوصا أنه الركراكي كان شجاعا للغاية واستبدل الكثير من الأسماء التي خاضت معه. نعم 11 لاعب ممن خاضوا معه معركة قطر استبدلهم، وكان صريحا مع الجماهير حين قال أنا أستدعي من أراهم ثابتين في المستوى من أجل مصلحة المنتخب ولا تهمني الأسماء التي لعبت معي كأس العالم. لذلك سنرى هذا التغيير مستدعى. بنادي باري رقم 21 في كأس العالم. نعم هذه التغييرات سنرى كيف ستعود على المنتخب المغربي وكيف ستؤثر على أداء المنتخب المغربي في هذا الكاس. حتى المنتخب التونسي متخوف انه يجي في المرتبه الثانيه، حيت جا في المرتبه الثانيه في الجروب ديالو ولا جينا حنا الاولين غادي نطيحوا بعضياتنا. داك الشيء علاش المنتخب التونسي متخوف من هذه القضيه هذو، من هذا السيناريو. داك الشيء علاش باغيين يديروا اكبر ما عندهم باش ما يجيوش في المرتبه الثانيه. شنو اللي نستناو من الانتظارات ساعه سي دو باسي لو بروميي تور، ويا حبذا يكون في المرتبه الاولى. علاش؟ خاطر في البول نتاعنا نلعبوا كونتر الثاني تاع الجروب دي، واذا كنتوا في الثاني تلعب مع الاول تاع الجروب اف. الاول تاع الجروب اف بروبابلو ما باش يكون المغرب. كي نكملوا بين افضل 3 ثالثين باش نلعبوا مع الكوت ديفوار. لا يمكن لا ما تعرفش عليهم خاطر ما تعرفش شكونهم باش يكونوا الاربعه من التروازيام. اما تونس دو بريفيرونس توفى يا الاولى
يا الثالثه، خاطر توفى الثاني 90% باش تجيك المغرب في الويتيم دو فينال مع ديبلاسمون طويل مع ديبلاسمون طويل 800 كيلومتر. دونك لو بلوز امبورتون سي دو غاني الماتش الاولاني تاع ناميبيا، ثم اسيي باش نلعبوا باقل ضغط نتخيل في المقابله الثانيه، خاطر لي دوز ادفيرسير الاخرين نتاعك على المراتب الاولى باش يلعبوا كنت بعضهم باش يضيعوا نقاط، والانتظارات باش يكون بطبيعه الحال خير من كان اللي فاتت، ومعناتها انك تكون مينيموم معناها تعمل كاردو فينال حسب رايي انا باش واحد يكون واقعي، مينيموم كاردو فينال افيك ان ماتش دو ريفيرونس كيما صار في نيجيريا مع ضد نيجيريا ولا ضد نيجيريا. اذا كان نعملوا كيما مصر 2019 تكون بيرفورمانس كبيره برشا دومي فينال، معناها دومي فينال اللي هو هذا الهدف المنشود تكون والهدف بيرفورمانس كبيره برشا في لا كاليتي ولي بريتونسيون نتاع لي ادفيرسير الكل. وكاملين شفنا المستوى ديال المنتخب المصري امام الموزمبيق، واللي شفنا كمنتخب يعني ماشي هذاك هو المستوى اللي مولفين به. داكشي علاش الاعلاميين المصريين متخوفين انهم يواجهوا المنتخب المغربي. المنتخب اللي انت تخاف منه في البطوله كابتن ده. في البطوله كامله ما هي السكه المشوار بغض النظر عن السكه، لا في منتخبات كبيره ما تقدرش يعني تغفلها خالص. لازم تذكرها اولا صاحب الارض ده مهم جدا. انت كنت ديفوار كلمتني عليه قبل كده وقلت لا فرقه قويه فرقه في البطوله قويه جدا، لكن لعيبه مستهتره، لكن والبطوله على ملعبهم مش هيبقوا مستهترين، هيبقى خلاص حوافز البطوله عندك، فالدافع وجمهورهم هيبقى دي من اكتر الفرق اللي هتبقى مزعجه جدا 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 ومرشحه للبطوله في الناس الاوائل المرشحين. يعني هتلاقي مصر وكوت ديفوار. مين تاني فرقه مزعجه؟ هتلاقي المغرب في تحدي بينك وبينها. رابع العالم، انت بتتكلم على رابع العالم غير رابع العالم. المغرب احنا على طول يقول لك مصر بتكسبنا مصر بتكسبنا مصر بتكسبنا فانت في دماغهم. انت واخد بالك طبعا الترتيب مش بالك كمان يا كابتن، مش هنبقى عارفين الترتيب المغرب ماشي ازاي. مختلفه يعني كمان برضو في وجود وليد الرجراجي بالظبط، يعني مختلفه خالص عن خليلوزيتش طبعا مختلفه خالص، مختلفه تماما. وجود الراجل ده بالذات التوصيل ما بين المدرب الوطني وما بين اللعيبه انه ما خدوش البطوله دي كتير، ما خدوهاش. احنا فرقه قويه اكيد، طريقه الشحن بتاعت وليد هتبقى مختلفه بشكل كبير جدا. فالمغرب السنغال، لانه السنغال لعيبتها كتير. يعني لو واحد اختفى هتلاقي واحد اجمد منه موجود، لو واحد اختفى هتلاقي واحد اجمد منه موجود. السنغال حامل اللقب. هادشي كامل اللي قلنا في هذا الفيديو مزيان، ولكن ما يخليناش نقولوا بان افريقيا صعيبه بزاف واللي مترشح للورق المغرب، ولكن عارفين شنو كيوقع، لذلك ما نتغروش بهذه الهضره، وان شاء الله نخدموا مزيان حتى نوصلوا على الاقل الناس ولاش ما نديوهاش كاع. المهم كان هذا هو الاخر ديال الفيديو، كنتمنى ان شاء الله ديروا شي لايك وشي كومونتير زوين بحالكم ان شاء الله.